الكورة عايزين تعرفوا اخبار عن الصفقات؟ يلا بينا. يا جماعة في قناة كلام في الكورة هنتكلم النهارده عن اهم صفقات نادي الاهلي واهم اخبار نادي الزمالك. النهارده هنتكلم على الصفقة اللي تم ابرامها النادي الاهلي امبارح، هي صفقة امام عاشور، والصفقة للاهلي امام عاشور مضى مع الاهلي 5 سنين. 5 سنين، والصفقة الجديدة للنادي الاهلي ان شاء الله المتوقعة بنسبة 90% ياخدوها من عندنا، واخبارنا اللي من عندنا هي صفقة اشرف بن شرقي. صفقة اشرف بن شرقي الاهلي دخل بها بقوة مع نادي بيراميدز، وفي ميال للنادي الاهلي ان هو يجيب اشرف بن شرقي بقوة، وفاتحين ميزانية كبيرة للنادي الاهلي عشان يجيبوا اشرف بن شرقي بعد ما ساب نادي الجزيرة وبقى دلوقتي حر. ودلوقتي نادي بيراميدز بعد ما بن شرقي ساب نادي الجزيرة، نادي بيراميدز عرض مبلغ كبير على بن شرقي، ولكن بن شرقي عايز نادي جماهيري. بن شرقي بيفكر في نادي جماهيري، فبن شرقي كان عاطي موافقه مبدئيه في نادي الزمالك، كان متفاوض معاه، بس بعد الازمات اللي في نادي الزمالك فيها حاليا وتخوف الجماهير وعدم والاحكام على نادي الزمالك وتوقف القيد ان نادي الزمالك تراجع في صفقه اشرف بن شرقي، وبعد كده مستمر بيراميدز. وبعد كده دلوقتي حاليا اخبار مهمه ان الاهلي دخلوا بقوه في اشرف بن شرقي وعايزهم. عارفين يا جماعه تاني صفقه معانا هي ايه؟ صفقه سوزا اللي كان عايزها النادي الاهلي وكولر كان عايزها من اول موسم، هو عايزها. هي الصفقه المهم، هي الصفقه الاهم النادي الاهلي دلوقتي حاليا، اهم صفقه بيحارب عليها النادي الاهلي انه يجيبها، لان سوزا هو اللي هيقود النادي الاهلي وهجوم النادي الاهلي في البطولات القادمه في الموسم القادم، لان الاهلي هيشارك في السوبر ليج وهيشارك في كاس العالم. وبعد كده واحنا عارفين ان كولر ما كانش مقتنع بمحمد شريف، وكمان كهربا ما كانش المهاجم السوبر اللي النادي الاهلي عايزه. هو سوزا هو المهاجم اللي النادي الاهلي عايزه في الفتره الجايه، ينافس في البطولات القادمه زي الدوري زي السوبر، وهينافس نادي الزمالك ونادي بيراميدز اللي داخل بصفقات قويه جدا جدا، وهنتكلم عليها في الحلقات القادمه والصفقات. دلوقتي يا جماعه هنتكلم زي ما اتكلمنا على صفقات نادي الاهلي، هنتكلم عن الراحلين عن النادي الاهلي. واول الراحلين هو محمد شريف والقندوسي ورافت خليل، دول اعارات. اما الراحلين نهائي عن النادي الاهلي هو ايمن اشرف. هنتكلم عن اهم العروض اللي جايه لعيبه النادي الاهلي، واهم لاعب في الفتره الاخيره هو كهربا، جاي له عروض كتير للنادي الاهلي، واهم العروض جايه له من الخليج. هو مش هو بس، هو كمان وبيرستاو جاي له عروض من الخليج، ودي اهم العروض اللي جايه لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. وكمان هنتكلم على ابرز لعيب في النادي الاهلي في الفتره الاخيره اللي مش لاقيين له بديل، وكمان هيلاقوا له بديل، هو علي معلول. علي معلول جاي له يا اما شكري في سيراميكا كليوباترا، باك شمال بتاع شكري اللي هو اساسا لعيب النادي الاهلي، هينهي اعارته ويرجع النادي الاهلي يبقى بديل لعلي معلول، او محمد حمدي من نادي بيراميدز. محمد حمدي صفقه قد تكون ضعيفه شويه النادي الاهلي نخش فيها، لان بقى طالبين محمد حمدي النادي بيراميدز هيبقى طالب مبلغ كبير، ولكن الاحتمال الاكبر اللي هيبقى بديل لعلي معلول هو شكري في سيراميكا كليوباترا. صعوبه في شكري لان نادي سيراميكا هو بيشتري احمد ياسر ريان بشادي حسين، كان حاطط شرط جزائي مليون جنيه ان هو ياخدها لو هينهي النادي الاهلي اعاره شكري. دي الصعوبه، بس ممكن النادي الاهلي يحل الامور بوديه مع نادي سيراميكا ويرجع شكري، ولكن في كلام وان شاء الله شكري يرجع النادي الاهلي ويبقى احسن بديل لعلي معلول. دلوقتي هنتكلم عن صفقات نادي الزمالك، واحنا عارفين ان جماهير نادي الزمالك قلقانه جدا عن نادي الزمالك واللي هو فيه، وبعد الموسم السيء الصفر اللي طلع بين نادي الزمالك. نادي الزمالك جماهيره قلقانه، ولكن ان شاء الله الصفقات اللي جايه في نادي الزمالك هتبقى صفقات قويه وهتقدر تصالح جمهور نادي الزمالك. وزي ما احنا عارفين ان الادارات عامه، الاداره بتاعت نادي الزمالك كانت الموسم اللي فات كانوا كل الناس بتشكر فيها وتقول نادي الزمالك نادي قوي وقدر يطلع ناشئين وقدر. وفريرا كان السنه اللي فاتت بيشكروا فيه، دلوقتي مدرب فاشل، مدرب مش عارف يدرب، مدرب كبر، مدرب. والسنه اللي فاتت كان اداره نادي الزمالك هي افضل اداره، دلوقتي السنه دي اداره فاشله بالنسبه للجماهير اللي بتقوله. والسنه اللي فاتت كانت بالنسبه للجماهير الاهلي كانت اداره فاشله، السنه دي اداره قويه. هو ده نظام الكوره، هو ده النظام اللي احنا عايشين فيه في عالم كره القدم. انت كويس انت بتكسب، انت افضل اداره، افضل مدرب، افضل لعيبه. انت بتخسر، انت مش قادر تكسب، مش قادر تاخد بطولات، انت اداره فاشله، مدرب فاشل، لعيبه فاشله. هي دي حياه كره القدم. واهم حاجه هنتكلم فيها النهارده هنتكلم على صفقات الزمالك اللي هي المتوقعه، وان شاء الله دي اللي هتصالح نادي الزمالك في البطوله العربيه، والاحتمال عليها ان شاء الله ان هي تعلن عن يوم الخميس الجاي او قبل فتح القيد، او يوم فتح القيد ممكن، او الاسبوع الجاي. لسه ما اعلنوش ايه هي الصفقات، ولكن المعلن او الاخبار ان في صفقتين اجانب.
واحد افريقي واحد من شمال افريقيا. صفقتين قويتين هتبقى هي الاهم من نادي الزمالك وهي الهدف. بن شرقي في كلام عايزين يكلموه مش قادرين على الثمن. زي ما صرح المستشار مرتضى منصور انه مش هيقدر على ثمن بن شرقي ولا قدر على ثمن امام عاشور. وفي ازمات كتير من نادي الزمالك رايحين على نادي الزمالك، وابرز الراحلين هو محمد عواد. محمد عواد الفتره الاخيره مش مرتاح، عايز يلعب في نادي تاني، عايز يلعب اساسي، عايز يبرز لمنتخب مصر عشان يروح منتخب مصر والانديه كمان في الخليج. جاي له عروض من الخليج وجاي له عروض من مصر. هنشوف الفتره القادمه، لسه ما كدناش معلومه ان عواد هيروح فين بالظبط، ولكن هو طلب من اداره نادي الزمالك انه عايز يرحل. بعد كده احنا عندنا خبر مهم جدا نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، ان الونش قدامه تم تحديد موعد رجوعه بعد شهرين، وتجهيزه دلوقتي بيعمل تجهيزات قويه عشان يرجع بقوه. الونش هيرجع بقوه، وان شاء الله هو اعتقد ان هي صفقه من الصفقات القويه رجوع الونش، لان الونش من اقوى المدافعين في مصر ومن اقوى المدافعين في نادي الزمالك. واهم الراحلين عن نادي الزمالك قلنا عواد، وتاني راحلين عن نادي الزمالك هو ابراهيم انضاي بعد المستويات الجيده اللي قدمها في الفتره الاخيره، بس ما اقنعتش جماهير نادي الزمالك ولا اقنعت اسوريو ولا اقنعت نادي الزمالك. طلب ابراهيم انضاي ان هو يرحل لان هو مش مستريح في الفتره الاخيره. طلب ونادي الزمالك ما عندوش اي مشكله ان هو يرحل، وقال له هات لنا عرض قوي ومفيش اي مشكله انت ترحل. سوريو مدرب نادي الزمالك ان هو عايز مدافعين بدل المدافعين الموجودين في نادي الزمالك، مدافعين افضل، مدافعين اقوى، مدافعين، وعايز مدافع بيلعب برجله الشمال، وكمان طلب مدافع تاني مع مدافع ده. ونادي الزمالك فعلا بيفاوض مرعي لاعب فيوتشر اللي النادي الاهلي كان بيفاوضه، ولكن لسه مفاوضات ما مشيتش بالنادي الاهلي عايزه او المبلغ اللي النادي الاهلي عايزه. فيوتشر طلب اكتر. الزمالك حاليا داخل مع فيوتشر انه عايز مرعي بشكل جيد وبشكل جدي. كذلك الزمالك عايز مدافع برجله الشمال، وهيحاول ان شاء الله يشوف الفتره الجايه، لان اسوريو قال لك عايز مدافع بيلعب برجله الشمال بره مصر مش مصر، ان هو قال لك مش مقتنع او مش لاقي مدافع بيلعب برجله الشمال قوي في مصر. ده كان اخر اخبارنا في فيديو النهارده في قناه كلام في كوره. تابعونا هتلاقوا اهم الصفقات واهم الاخبار عن الانديه العربيه والانديه الاوروبيه في كلام في كوره.